كام مرة كنت متارجت في الإعلان بتاعك القاهرة الجديدة وجالك حد من ترشوخ الليف، وتقعد بقى تقول هو أنا عامل إيه غلط؟ ولو مش أنت اللي عامل الإعلان تروح تشتم الراجل اللي عامل لك الإعلان وتقوله إن هو ما بيفهمش أي حاجة. تعالى بقى أقولك إيه الميكانيزم اللي بيشتغل فيه اللوكيشن بدل ما أنت عمال تشكك في نفسك وتشكك في اللي حواليك. الميكانيزم في الإعلانات الممولة خصوصا في ميتا، انت ما بتتارجتش الناس اللي ساكنة في المكان ده، انت بتتارجت الناس اللي الاي بي بتاعها عدى من المكان ده. يعني انت لو متارجت القاهرة الجديدة وحد ساكن في اكتوبر بس شغله في القاهرة الجديدة، هيظهر له الاعلان حتى لو اللي ساكن في اكتوبر ما كانش شغله في القاهرة الجديدة. ده لو جاي من اكتوبر رايح السويس ولا هيعدي على النفق، فكده كده هيعدي على القاهرة الجديدة. فلو عدى بقى والنت بتاعه مفتوح، الاي بي ادرس بتاعه هيلقط ان هو في الحتة دي، فمعنى كده ان الاعلان بتاعك هيظهر له. فلما بتيجي تارجت اللوكيشن مش معناها ابدا ان انت بتارجت الناس اللي ساكنين في المكان ده، انت بتارجت الناس اللي ممكن يكونوا بيعدوا ولو بالصدفة في المكان ده. قبل ما تسأله هل في حاجة ان احنا نتارجت الناس اللي ساكنين في المكان ده، علاماتها واغلب السوشيال ميديا لا.